بالعزيمة وبالإصرار وبالإرادة يريدون أن ينعشوا آمالهم في البقاء في كأس الأندية الخليجية. هذا هو فنشوس الذي يأتي بالهدف الأول، وضع الكرة في زاوية واللاعب في زاوية، وهدف مبكر لصالح الجهراء الكويتي. يا من يتابع ويشاهد دبي الرياضية، إذا الرائد الآن يصبح متأخرا أمام جماهيره الحاضرة والتي تحتشد والتي توازر اللاعب فهد الجهني. راح ينفذ هذه الكرة على ما يبدو لي. فهد هل يضعها في المرمى؟ هل يعود بفريق الرائد بأبناء التحدي برائد التحدي يريدون العودة؟ كرة بتتسجل، جول لرائد التحدي. يسجلون ويقولون اقترب البقاء وقالوا الجهراء. إذا سجلوا هدف التعادل. هنا فرحة جمهورهم الحاضر والذي يتواجد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة. إذا 1-1 الجمهور الأحمر يحضر ويؤازر فريق الدم الأحمر. الدم الأحمر أبناء التحدي أو رائد التحدي يعود، ورائد التحدي ينجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق فهد الجهني اللي يسجل الهدف الثاني في المباراة، وهدف التعادل بالنسبة للرائد. الليلة الراق السعودي من حقق هذه البطولة في 3 مواسم. آخر مرة حقق هذه البطولة بطولة كأس الخليج للأندية كان في عام 2006، بينما يأتي النادي الأهلي هو الآخر ب3 انتصارات لهذه البطولة. والأندية السعودية تتسيد كأس الخليج للأندية في عدد الانتصارات ومحاولة جول ثاني لرائد التحدي. الآن قلبوا الطاولة على أبناء الشهداء، على الضيف الثقيل. هنا الجمهور الأحمر الآن سعيد بهدف التقدم. هو فيصل درويش اللي أسكن الكرة الماضية في مرمى الحارس أحمد الخالدي. فيصل يقلب الطاولة على الجهراء ويسجلون الثاني ويتقدمون بالثاني، ويريدون أن يضربوا عصفورين بحجر. يريدون أن يضربوا عصفورين بحجر ويريدون أن يعبروا إلى الدور 8. لكن لاحظ تسديد لعبة اللاعب فيصل درويش، ولكن اللي سجل هو فهد الجهيني. فهد يأتي بالهدف الثاني. فيصل درويش عمل اللي عليه. طريق اللاعب فيصل زايد الذي استطاع أن يختطف هدف التعادل بعد قراءة مميزة جدا لتقدم الحارس وبتسديدة مميزة أيضا. اللاعب فهد الجهني في هذه المباراة، شوف اللاعب يعني لم يستطع الوقوف، يشعر بإرهاق شديد. هنا كرة على الجبهة اليسرى، هذه محاولة مع فنسوس البرازيلي، لعب كرة خطرة. الثالث لأبناء الشهداء. الشهداء يسجلون الآن. فريق الجهراء بالعزيمة بالإصرار بالإرادة لم يعترفوا بشيء اسمه مستحيل. قلبوا الطاولة. الله على هدف على رأسية توجع قلوب عشاق الرائد السعودي. يا الله على هدف ثالث. لاحظ
فينسوس البرازيلي، ولاحظ العرضية على جول الجهراء. أبناء الشهداء تسلحوا بالإصرار ونجحوا في تسجيل الهدف الثالث وأبقوا على